معاكم دكتور محمد بحروس. النهارده هتكلم معاكم في ازاي تتعامل مع احزانك ومشاكلك. اعرف ان مفيش مشكله في الدنيا الا وليها ميزه، يعني المشكله مهما كبر حجمها زي ما ليها عيوب ليها فوائد. حتى البراكين ليها مميزات. البراكين رغم الخرار اللي بتخلفه لكن بتسيب ارض بركانيه خصبه، احسن ارض تزرع، وبتثبت القشره الارضيه زي المسمار كده في الحاجه الخشب، وبتطلع الغليان اللي في الارض بدل ما تنفجر بينا. فلو عندك مشكله اعرف انه كويس انك عرفتها قبل ما تكبر قوي، ولو في خيانه من صحابك ده علمك ان في ناس وحشه، وان ان الخذلان في الحد اللي بتحبه ميزه، انك ما تمددش لغايه لما تغرق، وهكذا. رتب احزانك وواجه الموضوع بحجمه الحقيقي، لا تقلل منه ولا تكبر حجمه. حدد سبب الحزن وشوف ربنا عمل كده ليه، اكيد ليه حكمه دور عليها، وفكر ازاي اكون اقوى. لو مثلا انا فقير وما عنديش فلوس وعندي مشاكل ماليه، افكر في طريق استثمر فيه قدراتي ايا كان. لو عندي مشكله صحيه، عيان مثلا عيا مرض يعني وحش، افكر اني عشت قد ايه كويس، وافكر كمان اني عشت سنين كويس قوي اعيش حتى قدهم عيان، واشوف ايه تاني عندي مش عند غيري، ولو كان الشيء ده حتى اني بحب الجواز. لو عندك مشكله عاطفيه نفسيه، فكر مين انا بيديني ريق حلو وانا مش مهتم بيه، وبعيش مع اشخاص لديهم اعين ولكن لا يبصرون، وتاكد ان في طريق وفي باب انت لسه ما خبطتش عليه، فكر فيه وخبط عليه. اوعى تقلل من قدراتك، دور جواك على الحته اللي انت مش شايفها. كل واحد فينا عنده قدرات يمكن ما تعرفش عليها، دور، شارك اوجاعك. ولو شايف ان ده هيبقى متعب ليك، او هتحس انك بتبيع بضاعه وحشه، او انك بترخص من نفسك، غير كل معارفك واختار شخص واحد بس تحط راسك على كتفه. ولو كان مش قريب قوي منك، لو ما كانش يعني وانت مش حابب ده قوي، اكتب ورقه اشرح فيها كل شيء بمنتهى الصدق وكل التفاصيل، وبعد ما تخلص خالص قطع الورقه واحرقها، هتحس بفرق كبير. الحياه قصيره جدا جدا جدا، ولازم نخلي بالنا من ده، ولازم ما نضيعش وقتنا في الحزن والوجع والخصام، لان الدنيا فعلا مش مستاهله دون تفريط او افراط. بمعنى ان انا ما اخليش حد يهني واصالحه، لا، او حد يغلط فيا مره واثنين وثلاثه واسامحه، لا. الصدفه لا تقبل التكرار. اخر نقطه عايز اقولها، ان امبارح عدى ولا يمكن مهما اوتيت من قوه انك ترجع منه ثانيه، فما تفكرش فيه، وان بكره مش مضمون يجي اصلا. خليك عايش النهارده كله، كل ثانيه كامله استمتع بيها، عشان مش هتعرف ترجعها تاني. استمتع بالفلوس وقلتها، استمتع بالصحة وعدمها، استمتع بالعمر من بدايته لنهايته. كل يوم اعمل وتعلم كل يوم جديد، واعرف ان اللي فاتك في الدنيا ربنا هيمنعك احسن منه في الاخرة. ربنا يجعل ايامكم كلها ايجابية وسعيدة.